ايه اللي انت بتطلبه ده ما ينفعش ابدا ابدا. قال لي وليه ما ينفعش؟ وبعدين يعني هو مين هيعرف؟ انا عمري في حياتي ما هقول لحد اي حاجة خالص. قلت له برضو ازاي بس؟ انا انا مش عارفة يعني اقول لك ايه، بس ما ينفعش خالص اللي انت بتقوله ده. قال لي وبعدين معاكي انت غاوية تتعبيني وخلاص؟ شايفة؟ ده انا خلاص على الاخر. قلت له وانا اعمل ايه؟ انا برضو مش مطمنة. قال لي ما انا مشيتها من البيت خلاص. قلت له ايوه انت مشيتها، بس ما هي ممكن وهي كمان معاها نسخة من المفتاح. قال لي ايوه انت عندك حق. طيب عايزاني اعمل ايه؟ قلت له معرفش يا خالي، شوف انت بقى تروح لها تطلقها تاخد منها المفتاح، المهم ان هي ما يبقاش معاها المفتاح، علشان لو جت في اي وقت واحنا يعني بنعمل اي حاجة ممكن ممكن ما نحسش بوجودها. اصل انت عارفني لما بندمج يعني ما بحسش بنفسي ولا حتى باللي بعمله. قال لي ايوه، ايوه انت عندك حق. خلاص انا انا يعني انا هتصرف ما تخافيش. وسبته ومشيت. وطبعا كنت عارفة واثقة ومتأكدة ان يعني ان هو يعني ان هو هيتصرف. وفعلا فعلا بعديها بكام ساعة لقيته جاي ومعاه المفتاح، وقال لي خلاص هي كده مش هتقدر تيجي هنا، وحتى لو جت احنا بس اللي نقدر ندخلها البيت، انما انما هي مش هتعرف تدخل لوحدها. قلت له اهو كده الكلام. تسلم يا خالي. انا عارفة بس ايه اللي خلاها تعمل معايا مشكلة؟ كان زمانها لسه قاعدة في بيتها والعيد داخل علينا. انا هعمل لها ايه بس؟ هي بقى اللي عاملة زي دبور زن على خراب عشه. قال لي خلاص بقى، المهم انا وانتي اللي احنا فيه ده دلوقتي. قلت له ماله اللي احنا فيه؟ مالك بس يا خالي؟ قال لي بصراحة كده انا مش عارف يعني الواحد يعمل ايه. قلت له تعمل ايه في ايه؟ قال لي يعني انا بصراحة حاسس كل ما اشوفك ابقى مش عارف اتلايم على نفسي. قلت له انت هتعمل شقاوة تانية ولا ايه؟ قال لي انت شايفة ايه؟ قلت له انا هو قدامك تحت امرك تعمل اللي انت عايزه، هو انا اقدر اقول لك حاجة؟ قال لي طب يلا بينا، يلا بينا جوه على الأوضة. وساعتها حصل بيني وبينه أجمل حاجة ممكن تحصل لي. أنا هقول لكم على القصة من أولها، لازم تعرفوا اللي حصل. بس قبل ما أقول لكم عايزاكم تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتلحقوا تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم إشعارات بكل الحاجات الجديدة والجميلة اللي بتنزل. ودلوقتي يلا بينا نكمل قصتنا. أنا أنا من صغري بعد موت أمي وأبويا وأنا قاعدة عند خالي. بصراحة هو اللي كان مهتم بيا بكل حاجة بتحصل، لبس وأكل وشرب وكل حاجة. من ساعة ما أنا جيت هنا البيت ده ومراته مش طايقاني ودايما تتعامل معايا بطريقة وحشة. ده غير الكلام اللي بتقولهولي، كلام فظيع خالص. معرفش ايه كان سبب كرهها ليا، وبسببها هي انا عملت اللي انا عملته ده. ما انا كان لازم اعرفها هي مين وانا مين، هي تعرف تعمل ايه وانا برضو اقدر اعمل ايه. هي اللي خلتني اعمل معاها كده واتصرف معاها بالشكل ده. انا كنت واحدة في حالي ماليش دعوة بأي حاجة، ولا ليا دعوة حتى باللي بيحصل بينها وبين خالي، أو كنت بحاول أتلاشاها على قد ما أقدر. يعني زي ما تقدروا تقولوا كده ما كنتش عايزة مشاكل.
لكن هي اللي بدأت بالمشاكل كلها. أيوة، هي اللي بدأت بكل حاجة، وأنا ما كانش قصدي أعمل أي مشكلة، وبسببها هي الموضوع ده حصل. في يوم من الأيام بعد ما اتخانقت معايا، طبعا بقت تتخانق معايا على تنظيف البيت، زي ما يكون أنا شغالة عندها. وأنا كنت يعني بعد ما خلصت شغل البيت، وطبعا كانت اتخانقت معايا بسببه، خلصت ودخلت أوضتي وقعدت أفكر أعمل إيه، أعمل إيه عشان أبعدها عني، أو حتى أكسر عينيها. ما اللي بتعمله معايا ده مش شوية أبدا. فكرت في خيري، ما لقيتش غير كده. هي بتحبه وبتموت فيه، وما تقدرش أبدا تستغنى عنه ولا عن وجوده في حياتها. فكرت أنا بقى إن أنا لازم أعمل حاجة يعني علشان هي تتربى. أيوة، تتربى وتبطل اللي بتعمله معايا ده. وفعلا لقيت الطريقة اللي بيها أخليها تبعد عني خالص، وما تقدرش ولا تستجرأ إن هي تعمل أي حاجة معايا. ابتديت بقى ألبس حاجات معينة قدامه، وراح واجي في البيت كده وأبين له خلاص إن أنا كبرت. وفي يوم من الأيام، ودي تقدروا تقولوا كده إنها جاتلي فرصة، كنا يعني بالليل متأخر وأنا قمت أدخل الحمام، لكن سمعت صوت جاي من أوضة الضيوف، الأوضة المقفولة اللي ما بيدخلهاش غير الضيوف. سمعت صوت غريب قوي، زي ما يكون واحد بيعمل حاجة يعني معينة، لكن شكله اندمج، بدليل إن صوته عالي خالص. بصراحة أنا ما كنتش يعني عارفة ولا متوقعة ولا متصورة إن هو يعني يكون خالي وبيعمل كده. فتحت الأوضة وشفته قدامي، اتخضيت طبعا. قلت له ايه ده، ايه يا خالي اللي انت بتعمله ده؟ لقيته عدل نفسه بسرعة وجاي دخلني الأوضة وقفل الباب وقال لي وطي صوتك. قلت له ايه اللي انا شفته بعيني ده؟ قال لي اعمل ايه، ده هي تركاني ما بتسألش فيا، وانا برضو راجل، والراجل مننا خلاص طالما ده طعم الجواز ما يعرفش يعيش حياته كده، لازم الموضوع ده. قلت له طب مش كنت تقولي؟ قال لي اقولك ايه بس؟ قلت له تقولي اللي انت بتعمله ده، انا ما كنتش متخيلة ان ممكن يعني ده يحصل. قال لي انا قلت له انت ايه بس؟ قال لي ولا حاجة، انت هتقولي لها؟ اوعي تكوني هتقولي لها. قلت له انا مش هقول ولا هتكلم، بس بشرط. قال لي شرط ايه؟ قلت له الشرط ده ان يعني قبل ما اقوله لك لازم تفهمني كويس، وتعرف ان انا وصلت لسن الجواز وما اتجوزتش بسبب مراتك. قال لي عارف. قلت له خلاص، يبقى انت تعودني عن ده كله. قال لي ازاي؟ قلت له يعني شوف ايه اللي ناقصني وانا محتاجاله كست واديهولي. وفعلا زي ما وابتدينا نعمل كل الحاجات اللي تبسطنا احنا الاتنين. بصراحة انا كانت في نيتي يعني ان انا بس امسك عليه حاجة علشان يطلقها ولا يبعدها عني، وفي نفس الوقت برضو حاجة جاتلي كده خلتني مبسوطة دايما. وفعلا بعديها عمل معاها مشكلة كبيرة، وبعديها مشاها عند بيت أهلها، ولحد دلوقتي واقفين على الطلاق. وطبعا عمل كل اللي أنا قلت له عليه زي ما انتوا سمعتوا في الأول. ومن ساعتها واحنا سوا، لكن بصراحة أنا مش عارفة ايه آخرتها. علشان كده أنا جيت لكم وحكيت لكم قصتي، يمكن تفيدوني وتقولولي أعمل ايه بس. يعني أنا غلطانة ولا ما كانش قدامي حلول غير كده؟ بجد أنا مش عارفة ومحتارة، وعقلي ده هيطير مني. أنا هتجنن يا ناس من كتر التفكير. وجيت لكم وحكيت لكم قصتي،
وانتوا بقى تفيدوني وتقولولي أعمل إيه، أتصرف إزاي، وأنا هستنى كل التعليقات وأقراها كويس.